بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بيكم. النهاردة معانا وصفة جميلة جدا، اقتصادية وبدون لحوم، وفي نفس الوقت أحلى من اللحوم وبتدفي في الشتاء. هنعمل البطاطس البانيه بخلطة جميلة جدا. معانا 3 حبات من البطاطس متوسطين الحجم. بنسلقهم في مية، بنغسلهم كويس وبنسلقهم في مية. البطاطس اللي معايا متوسطة الحجم، ما بنسلقهمش سلق كامل. بسيب البطاطس ماسكة نفسها شوية. هنا البطاطس بعد ما اتسلقت بقشرهم وبقطعهم الحجم اللي انت عايزاه، رفيعة او سميكة. انا البطاطس استوت معايا شوية. لو هتعملي الوصفة دي بتخلي البطاطس ماسكة نفسها شوية، علشان لسه هنقليها مع الخلطة. بعد ما قطعت البطاطس اللي معايا كلها برش عليها كمون بملح، رشة بسيطة علشان البطاطس تكون متطعمة معايا. بجيب الخلاط علشان اعمل الخلطة. معايا طماطم متقطعة، حوالي فصين توم، وبصلة متقطعة. الخضرة بسيبها شوية، مش بنزل بيها دلوقتي مع الخلطة. هنضيف البهارات اللي معانا، او بضيف البيض. معايا 3 حبات من البيض بنزل بيهم. معايا ملح، فلفل اسود، كمون، وكزبرة. بنزل بالتوابل اللي معايا كلها، وبزود حوالي ربع كوباية مية علشان الخلاط يشتغل كويس معايا. هنا الخلطة بعد ما ضربتها في الخلاط ببتدي انزل بالدقيق، وبضيف كمان معلقتين نشا مع الخلطة. هنا انا نقلت الخلطة في علبة اكبر من الطبق اللي كان معايا. بضيف معلقتين نشا وبقلب. انا عايزة العجينة اللي معايا تكون لا هي سايلة ولا متماسكة. بضيف الخضرة وبقلب لحد ما بحصل زي ما قلتلك على عجينة لا متماسكة ولا هي سايلة. هختبر الخلطة اللي معايا او العجينة اللي معايا وبشوفها، لو احتاجت ملح بضيف لها ملح. الخلطة ما شاء الله مع البيض والخضرة اللي انا ضفتها، فبتكون الخلطة جميلة كده وهشة. هبتدي انزل بالبطاطس في الخلطة وبقليها في الزيت. طبعا الخلطة دي بتكون جميلة جدا كمان مع القرنبيط. في ناس بتعمل البطاطس البانيه بدقيق بس، وبتضيف عليه كركم من غير بيض ومن غير اي حاجة. بيكون دقيق وكركم بس هو اللي بيخلي لونها اصفر. هبتدي اقلي البطاطس اللي معايا كلها، ولما احس ان البطاطس اخدت لون ببتدي اقلبها لحد ما اخلص الكمية اللي معايا كلها. شايفين ما شاء الله شكل البطاطس اللي معايا جميلة، والخلطة جميلة جدا. جربوا الطريقة دي، طريقة جميلة وموفرة
هنا الكمية اللي اتبقت معايا هشيلها. ممكن تسلقي لها بطاطس كمان، او لو عندك قرنبيط ممكن تستخدميها للقرنبيط. دي كانت وصفة النهاردة واكلة النهاردة. بتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو واشتركوا في القناة، واستنونا في فيديوهات ووصفات تانية، وفي حفظ الله ورعايته.